من أول ما تدخل المدرسة وأنت بتتبرمج على طريق واحد، هو ذاكر تنجح، لحد ما توصل لنقطة معينة تسأل فيها نفسك طب وبعدين؟ ومع كتر متغيرات الحياة والمشتتات اللي بتحصل كل يوم بتحس نفسك تايه، أبدأ منين وأبدأ إيه أصلا؟ هل أتعلم لغة مثلا أشتغل بيها كول سنتر أقبض مبلغ محترم، ولا في سكيل معينة أقدر أتعلمها أقبض بالدولار وأشتغل فريلانسر؟ بس حتى لو هتعلم سكيل، إيه السكيل اللي ممكن أتعلمها؟ ماركتينج، إيديتنج، برمجة، سكريبت رايت، مليون سكيل وسكيل أقدر أعلمها وأجيب منها فلوس. بس أنا أبدأ في إيه؟ أنا شايف نفسي في إيه؟ وهنا يا سيادة الكولونيل بتبدأ أول مرحلة من مراحل التشتت، ودي المرحلة اللي ممكن تخسرك كل حاجة من قبل ما تبدأها. وأخشى عليك يا سيادة الكولونيل ينتهي بيك الأمر إنك في جروب العواطلية وبتشتم الأدمن إنه شايف شغله وبيقبل البوستات. تخيل معايا إن عز زيه زي أي حد فينا قام وأول حاجة قرر يعملها طبعا إنه يمسك الموبايل يسكرول على التيك توك، على أساس طبعا إن العالم متوقف على عز وإنه يشوف الترندات الجديدة وإيه اللي هيحصل وإيه اللي هيتغير، والساعتين دول هما اللي هيفرقوا في حياته. بدأ يقلب فيديو ورا التاني لحد ما قابله فيديو: من الشهر ده قدرت أعمل 10,000 دولار من الدروب شيبينج من مكاني وأنا قاعد في البيت. والدروب شيبينج أنا ممكن أكلمك عنه في حلقة لوحده، فعلا ده مجال مربح، بس ده مش موضوعنا. عايز يتحمس، قام على اللاب بتاعه بدأ يفتح يوتيوب يسأل عن إيه دروب شيبينج، يتعلم ماركتينج، يشوف المواقع اللي ليها علاقة بالدروب شيبينج. يطلع له فيديو شخص بعضلات قاعد قدام ساحل دبي: بص يا فقيري اللي مش عارف تعمل فلوس، انا عايش فين وعايش ازاي ومعايا عربية ايه، ولقد ربحت 10,000 دولارا من هذا الشهر من برنامج. ويقول له انا ربحت من التداول. عايز طبعا لمعت قدامه الفلوس وتخيل نفسه زي ناصر الدسوقي نايم على بحر من الملايين الدولارات، وبدأ يدور فعلا ايه هو التداول وازاي يتداول والاسهم واللي عز فضل كده اكتر من ساعتين يدور. في وسط ما هو بيدور قال لا يا عم، الحوار ده في حاجات حرام وفي حاجات حلال، نبعد عن الشبهات، انا هفتح لوكال براند. والفعل بدأ يدور على المصانع القريبة من بيته وايه احسن خامات وازاي يسوق لها صح، واول حاجة جت في باله ازاي يعمل اللوجو. وهنا قال لك انا لازم اتعلم فوتوشوب، على الاقل ممكن ابقى جرافيك ديزاينر واجيب فلوس جنب البراند. وعايز فضل يتنقل من هنا لهنا، المجال لمجال، لحد ما في الاخر نام وما استفادش اي حاجه. هو ده بالظبط سياده الكولونيل الفومو. فومو يا سياده الكولونيل باختصار هو الخوف من انك تفقد اي شيء، فبتقعد تجرب اي حاجه طلعت ترند، اي حاجه بتسمع انها بتجيب فلوس، حتى لو الحاجه دي من جواك انت عارف انها مش مناسبه ليك. وفي نفس الوقت يا كولونيل مش تعرف انت عايز ايه غير لما تجرب. وهنا التجربة مش انك تعمل زي عز وتفتح كل 3 دقايق مجال جديد وتدور فيه، لا، هو انك تقرا كويس عن المجالات وتحدد ايه المجال اللي ممكن يناسبك بالاستبعاد. يعني مثلا انا بالنسبة لي بمل من الكتابة، فمش هبقى سكريبت رايتر، ادور على مجال تاني لحد ما تحدد المجال اللي انت ممكن تحس شغفك فيه وفعلا تديله حقه. يعني ايه تديله حقه؟ يعني تقعد من 3 ل6 شهور على الاقل توفي بالمجال ده، تجرب كذا مرة، تديله حقه، عشان حتى لو قفلت المجال ده تبقى قافله وانت مرتاح. خلاص قريت ودورت وعرفت المجال اللي هتبدأ فيه واستبعدت المجالات اللي انت مش حاسسها مناسبة ليك وقررت تبدأ. كل اللي عايزه منك انك تبدأ، ما تستناش الساعة تيجي 12 ولا تستنى مناسبة معينة او يوم 11/11 مثلا او يوم 12/12 يبقى يوم مميز عشان ابدأ فيها المجال ده، او تستنى المكتب يكون منظم 100%. اول حاجة تبدأ بيرفكت 100%. ابدأ حتى لو انت مش جاهز 100%، ابدأ وكل حاجة هتيجي بوقتها، لكن انك تستنى اللحظة المناسبة هي مش هتيجي. في النهاية الرحلة دي أنا شخصيا مريت بيها، قررت أعمل الحاجة اللي بحبها وإني أقدم محتوى. كل يوم جمعة الساعة 7 بالليل هيكون في فيديو جديد. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.